السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض البطاطس في القلاية وهي الاير فراير. هقطعها البطاطس زي ما انتم شايفينها كده تكون تخينة شوية. هنعملها مع بعض ان شاء الله بكل التفاصيل. ناس كتير بتشتكي بتقول البطاطس بتطلع معايا في القلاية مش مستوية، مجلدة، مش مقرمشة. النهاردة هقول لكم كل التكات اللي تخليها بإذن الله تطلع معاكي مقرمشة ومش هتصدقي انها معمولة في قلاية هوائية. اول حاجه التقطيع زي ما قلت لكم تكون تخينه، ما تكونش رفيعه قوي عشان ما تنشفش مننا. تاني حاجه هنغسل البطاطس كويس قوي بالميه، انا مش هنقعها ولا اغليها ولا اي حاجه. وهنشفها كويس قوي في الفوطه زي ما انتم شفتوني كده، وبعد كده هرجعها على الطبق تاني. هضيف ليها معلقتين زيت لو بالبخاخه كده، رشات بسيطه من الزيت. لو مش عندك البخاخه دي حطي بقى معلقتين كبار من الزيت. اهم حاجه يا جماعه نحط زيت على الاكل داخل في القلايه، ما نقولش لا ده ندخنه في القلايه وما نحطش زيت. لو ما حطيش زيت هيطلع مجلد ومش هيعجبك. تمام، هنفتح مع بعض القلايه واحط كميه البصل بتاعتي. انا عامله كميه كبيره حوالي كيلو او اكتر كمان. هنزلهم طبعا زي ما قلت لكم انا مقطعه تخينه، دي اهم تريكات تكون متقطعه تخينه، ما تكونش رفيعه قوي عشان ما تنشفش منك. انا خلاص هوزعها كده في القلايه. انا قلايتي فريش طبعا، حلوه جدا وانصح اي حد ان هو يشتريها، ممتازه يا بنات بجد. هظبط بقى، هختار برنامج البطاطس. هختار برنامج من برامج القلاية اللي هو برنامج البطاطس، وهشغله وبقى على درجة 200 لمدة تلت ساعة. ده اللي انا بقولكوا عليها جميلة جدا واقتصادية، بتوفر في زيت وبتوزع زيت كويس جدا جدا. هنرجع تاني نشوف البطاطس، شايفين ما شاء الله. انا اول مره افتح عليها بصراحه كنت نسيتها ودخلت اعمل حاجه في المطبخ يعني، نسيتها خالص. فهقلبها تقليبه كده وارجعها تاني تكمل، عشان طبعا كل البطاطس تاخد نفس اللون. انا كان باقي عندي 8 دقايق من 20 دقيقه. هزود كمان. هنا خلاص باقي دقيقتين، هنفتحها ونشوف عليها تاني. كانت خلاص بسم الله ما شاء الله حلوه جدا، كلها مقرمشه وناشفه ومستويه طبعا. كده خلاص كانت القلايه خلصت، فهشوفها اوريها لكم بقى في المنظر الاخير. شكلها بعد ما خلصت شايفين تحفه جدا. والله الكاميرا ظلمه لان انا طبعا بصور بايدي وماسكه التليفون بايد. عايزه اقول لكم حلوه جدا ومقرمشه ومستويه وتحفه، يعني اللي يشوفها ما يفرقهاش ولا يقول ان هي مقليه في القلايه، بالعكس هيقول مقليه في الزيت عادي. وحسب نوع البطاطس كمان يا بنات، عايزه اقول لكم لان البطاطس اللي عندي كان نوعها مش احسن حاجه يعني. هكمل وهحط برجر هشويه برضو في القلايه برشه زيت واحده من البخاخه. تمام، انا رصيت كل حاجتي بقى هدخلها. هرش من البخاخه كده رشه زيت على كل واحده. عايزه اقول لكم طلع حلو جدا برضو. جربوا بقى البطاطس بالطريقه دي وان شاء الله تنجح معاكم باذن الله. طبعا انا طلعت البطاطس ورشيت عليها بقى اي حاجه انا بحبها، اي توابل انا حباها. هدخل بقى البرجر في القلايه. انا هحاول اظبط الوقت طبعا ومش هياخد الوقت ده كله، اخليه 8 دقايق على 200، لان طبعا كل ما كانت الحرارة اعلى الحاجة مبتنشفش معاكي بتطلع كويس. تمام، هسيبه بقى وهوريلكم لما يطلع ان شاء الله. شايفين لونه بعد ما طلع حلو جدا يا بنات ومستوي جميل. يا رب تجربوا الطريقة دي ويعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.